الشحمة اللي تجيك جوا العصبان دي مع الكرشة مع لفة الأمعاء هذه شيء مو طبيعي. واللي يحبوا العصبان بيعرفوا أنا قاعد أتكلم عن إيش. يا لطيف. واو واو، والله كلمة واو اليوم قليلة. أحس ودي أقول كلمات جديدة، بس تاخذ لك واحد من العصبان أو اثنين، تجي هنا مع شوية شطة والسلام. بس حتى الشطة أحسها تخرب الطعم، بس خلنا نضيف إضافات نشوف إيش الأفضل. بدون أي شيء ألذ، عشان تتلذذ بطعم العصبان وتذوق الشحمة اللي جوا ذي. الدهن اللي جوا هو الأساس. شوف هذا. أما بالنسبة للراس عاد هذا حكاية ثانية. هذا الحب، العشق، تجي أول شيء تبدأ باللسان. شوف لسان كذا بس على خفيف. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. والحار. طبعا ألذ قطعة أو مكان في راس الخروف اللي هنا، اللي هو الخد. شوف يا لطيف يا لطيف. تحط كذا، تاخذ لك واحد من العصبان أو اثنين كذا، ها، عشان ايش؟ طيب الخاطر. بسم الله. الفلفل يا الله، ماني قادر اوصف لكم الشعور. شعور لا يوصف ابدا ابدا ابدا. الحين نجي لاهم فقرة لما تاكل الراس. طبعا بعد ما تخلص وتحس انك فصفصته صح، هو الحين مو مفصفص، بس خلينا نخش بعد الفصفصة. يجي المخ. يا لطيف يا لطيف. المخ ناكله بدون اي شيء، زبدة، والله زبدة. شوف كيف. يعني المخ لا وسط. لا تجي تاكل له مخ وتقول لي تبغى تاكله بشوكة ولا ملعقة ولا بدون ما توسخ يدك ولا لا غوصة. المخ إذا ما ناكل كذا ما اعتبر انك اكلت مخ ابدا. يا سلام يا سلام. شوف كذا.